عودة كهربا الفولت العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود، والنهاردة النادي الأهلي بيفوز فوز كبير جدا في أول مباريات دوري المجموعات. بيفوز 4-2 على استاد أبيجان، نادي عاجي. النادي الأهلي النهاردة لعب مباراة قوية جدا، وبدأ بالضغط الهجومي من أول المباراة. من أول دقيقة في المباراة كان في ضغط. استمر الضغط ده حوالي 26 دقيقة، أسفر عن 3 أهداف النادي الأهلي في أول 26 دقيقة. كان ممكن الأهلي يخلص المباراة 7 و8 أهداف، لكن اللعيبة يعني ضيعوا هجمات بشكل غير طبيعي، بشكل غير عادي. احنا لو نشوف الهجمات اللي ضيعها كهربا وقفشة وطاهر هنقول مش ممكن، يعني الهجمات دي عمرها ما تضيع. في نفس الوقت في ملاحظة غريبة برضو، ان النادي الاهلي بيدخل فيه هدفين في اول مباراة من دوري المجموعات. هدفين يا جماعة كتير جدا. السنة اللي فاتت طول البطولة اللي النادي الاهلي حامل لقبها دخل فيه هدف واحد بس من يانج افريكانز. هدف واحد طول البطولة، تخيلوا حضراتكم، هدف واحد في كام مباراة في الأدوار التمهيدية وفي دوري المجموعات في الأدوار النهائية، كل ده دخل فيه هدف واحد. النهاردة بيدخل هدفين في أول مباراة من مباريات المجموعات. طبعا هدفين كتير قوي. خط الظهر النهاردة ما كانش منسجم، ما كانش واخد الأماكن الصحيحة. ممكن نقول كمان محمد الشناوي ليه دور برضه، لأن في توجيهات بيقوم بيها حارس المرمى لخط الظهر. يعني الشناوي شايفين ان هو متنرفز ومتعصب على خط الظهر، لكن برضه في عيب منه برضه، خصوصا في الهدف الثاني. يعني الهدف الاولاني ممكن نقول شويه، لكن الهدف الثاني فيه عدم تمركز بخط الظهر وعدم تمركز صحيح لحارس المرمى. فمعنى كده ان احنا عايزين ندي فرصه لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير يا جماعه لما لعب اخر 6-7 ماتشات في السنه اللي فاتت وكان في اصابه للشناوي، ما شاء الله حافظ على شباكه فاضيه، ورشح انه يكون احسن لاعب في افريقيا، مش لاعب مش كمان حارس مرمى. فحاجه يعني محترمه جدا مصطفى شوبير. المفروض برضه نديله فرصه، عشان النهارده بجد عشان يدخل في النادي الاهلي هدفين في اول مباراه من دوري المجموعات. كتير قوي كتير قوي على النادي الاهلي انه يخش فيها هدفين في اول مباراه، وبعدين هدفين ايه بشكل يعني اهداف داخله بشكل مش بشكل عشوائي، لا ده داخله بشكل منظم، والناس بتلعب كوره، اللي جاي برجله اللي جاي بدماغه، والكره من بعيد وكره من قريب. يعني فيها تنويعه كده، تحس ان النادي ظهر خط ظهر النادي الاهلي في سوء تخطيط وسوء تمركز. بس هنقول ايه، رامي ربيعه وياسر ابراهيم موجودين في النص. هو ممكن خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين شويه، ما كانش عطيه الله ناحيه الشمال تمام. هو خالد عبد الفتاح اللي ممكن ربنا يرجع يا رب محمد هاني بالسلامه. محمد هاني ليه باع كبير جدا في الناحيه اليمين، وكان بيسدها بشكل كامل. لكن احنا بنشوف الكرات الخطيره قوي فعلا كلها من ناحيه اليمين، من ناحيه خالد عبد الفتاح. ولكن برضه ظهيري الوسط برضه ما بقوش مركزين او مش متمركزين تمركز صحيح، وده اللي خلى النادي الاهلي يستقبل هدفين في اول مباراه، ودول كتير قوي على النادي الاهلي بصراحه. والمفروض ان كولر يشوف علاج لهذا الموقف. يعني تخيلوا احنا ساعات يعني المهاجمين ما بيبقاش في عندهم توفيق ان هم يحرزوا اهداف. تخيلوا النهارده احرزنا هدف او اتنين، كنا ممكن نطلع متعادلين او مهزومين، لان لما بنستقبل كتير ما تضمنش ان انت تسجل، لكن انت تدافع بيبقى اضمن لك. يعني كان الكابتن جوهر الله يرحمه كان بيدخل المباراه بيدافع، بيطلع يا بنقطه يا لو صدفت يفوز، لكن خير وسيله للهجوم زي ما بيقولوا الدفاع. دافع كويس قوي هتلاقي نفسك بتهاجم كويس قوي، هتحرز اهداف وهتبقى تحتفظ بشباكك نظيفه. النهارده الحمد لله ربنا سلم والموضوع خلص على 4-2. لكن من الايجابيات والايجابيات الجميله جدا اللي انا شخصيا مبسوط منها قوي، ان كهربا احرز هدفين. كهربا النهارده يا جماعه لعب بشكل حلو قوي، عمل صنع هدف واحرز هدفين. ده المطلوب من لاعب كره القدم. ولو ان كهربا ضيع برده كذا فرصه لا تضيع في كوره مش ممكن، يعني لو جبنا عيل صغير كده وقلنا له هاتها هيجيبها، لو حطيناها قدام كهربا وعدنا الكوره دي 100 مره لا يمكن يطلعها بره، لانه المرمى فاضي ما فيهوش حارس، وفي نفس الوقت الكره في رجله منفرد ومفيش اي مشكله، لان ايه شاطها بره خالص بره المرمى في شكل غريب قوي. ممكن نقول الكوره خبطت في الارض وراحت، ممكن نقول الكوره كانت سريعه شويه،
زي ما الناس قالوا، لكن اولا واخيرا الكره لما بتيجي للمهاجم المفروض يعرف يسيطر عليها ازاي، يحطها تحت رجله وبعد كده يتصرف فيها. النهارده بنبارك لكهربا على وجوده، على اثبات وجوده انه يحرز هدفين النهارده ويبقى هداف دوري المجموعات. لسه احنا بنتكلم اهوت ويبقى هداف دوري المجموعات، لان كهربا ليه قبل كده تقريبا 14 جول، بقى 16 جول كمان. الشحات جاب هدف النهارده، بقى وصل ل 21 هدف افريقي. يعني النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بداوا ياخدوا مكانتهم، لان الفرقه دي بتلعب مع بعضها يا جماعه بقى لها 7 8 سنين. قفشه وكهربا والشحات والناس دي وعملوا بطولات وعملوا انجازات وعملوا صولات وجولات في افريقيا، فده تكمله للمشوار. النهارده كولر نزل بالشناوي حارس مرمى، خالد عبد الفتاح باك يمين، يحيى عطيه الله باك شمال، ظهيري الوسط رامي ربيعه وياسر ابراهيم، في خط الوسط مروان عطيه وقفشه واكرم توفيق، في خط الهجوم طاهر والشحات وكهربا راس حرب. كنا متخوفين انه يستبعد كهربا، ودي كانت هتبقى الطامه الكبرى بقى، يبقى بعديها مفيش هتقوم لكهربا تاني، لان وسام ابو علي مصاب، وهو المفروض ان هو راس الحربه الوحيد في الفرقه بعد وسام ابو علي. النهارده كولر لعبه اساسي ونزله من اول مباراه، وكان عند حسن الظن بصراحه كهربا واحرز الهدف الاولاني. عندنا الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بادئ ضغط من اول دقائق. في دقيقه 3 كان في شك كبير قوي في ضربه جزاء، لكن الحكم تغاضى عنها. في الدقيقه 14 هدف لكهربا، قفشه اداها له بشكل حلو قوي كهربا وعلى الطاير، وقام واخدها بيمينه احرز الهدفين. يعني ممكن نقول صوره طبق الاصل من بعض. كهربا بيستخدم مهاراته في احراز الاهداف. في دقيقه 14 زي ما قلت لحضراتكم اول هدف احرزه كهربا من كوره من قفشه. في دقيقه 21 1-2 بين طاهر وقفشه. قفشه لقاها على يمينه، قام راكنها على شمال الحارس، احرز الهدف الاول. الهدف الثاني هدف جميل جدا لقفشه. قفشه بصراحه النهارده يا جماعه كان في منتهى التالق بصراحه، يعني ساهم او صنع الهدف الاولاني الكهرباء، وهو اللي احرز الهدف الثاني من 1-2 حلو قوي مع طاهر محمد طاهر. النادي الاهلي جه في الدقيقه كمان 26 من كهرباء بقى عرضيه، من كهرباء عرضيه للشحات. الشحات يعني الكره كانت رايحه ليحيى عطيه الله، فالشحات اتكعبل فيها. يعني انا بشوف ان الشحات اتكعبل فيها، جابها وهي يعني كانت ورا رجله، هو يعني حطها ضعيفه جدا، لكن كانت في المكان الفاضي من الحارس ودخلت. احرز الهدف الثالث، الشحات احرز الهدف الثالث. وكده لغايه الدقيقه 26 النادي الاهلي كان بيلعب بشكل ضاغط، وكان بيلعب بشكل كويس جدا، وكان تمركز اللعيبه بشكل ممتاز اول 26 دقيقه، وجاب الثلاث اهداف. بعد الدقيقه 26 بدانا العد التنازلي، زي ما يقولوا كده ان احنا خلاص بقى المباراه سهله والدنيا حلوه، وجبنا 3 اهداف في 26 دقيقه، ده احنا ممكن بقى نجيب 7 8 اهداف. فبداوا بقى ايه الريتم يبطأ، وبداوا لعيبه استاد ابيجان تاخد الكوره، وبداوا يتجرأوا ويدخلوا نص ملعب النادي الاهلي، لغايه ما وصلنا للدقيقه 30 ورأسيه جميله جدا من كاسم كوريه، جاب هدف لاستاد ابيجان في الدقيقه 30. كوريه دوت كان يعني محط انظار لعيبه استاد ابيجان طول المباراه، هو اللي كان بيهاجم. لاعب خطير 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 جدا، اي كوره كانت بتيجي من كوريه كانت بتبقى خطيره جدا جدا على مرمى الشناوي. في الدقيقه 30 احرز الهدف الاول، واصبحت النتيجه 3-1. في الدقيقه 35 من عطيه الله عرضيه لكهربا، دي بقى اللي بقول لكم على حضراتكم عليها. في الدقيقه 35 وكره من عطيه الله لكهربا، المرمى خالي تماما، الحارس جه قبله في السكه طلع منه، والمرمى بقى خالي تماما تماما، وهو والجون وقام شاطها بره. ما اعرفش ايه اللي حصل، بيقولوا جت في الارض وغيرت اتجاهها، جت في قصبه رجله. بس هي عموما اللاعب المفروض بيسيطر على الكوره ويحطها تحت رجله وبعدين يتصرف فيها زي ما هو عايز. يعني كوره ما تضيعش خالص في الدقيقه 35. في الدقيقه 37 برضه من قفشه نفس الكوره ونفس اللعبه ونفس الهدف اللي ضاع، برضه ضيعوا تاني قفشه في الدقيقه 37. كورتين طبق الاصل من بعض ضاعوا في دقيقتين او في 3 دقائق. الشوط الاولاني بيخلص 3-1،
وبنقول بقى خلاص كده هنخش على الشوط الثاني، والمفروض ان اللعيبه تاخد جرعه وتاخد محاضره وتاخد حافز جديد من كولر. رجعنا في الدقيقه 49، الكوره من خالد عبد الفتاح عرضيه، هدف رائع 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 لكهربا، برضو خدها على الطاير بيمينه حطها على يمين الحارس، هدف رائع جدا وجميل جدا. بس بعد كده بقى ايه، خلاص هي كوره كانت كوره استثنائيه كده في الشوط الثاني، والشوط الثاني كله اتقلب لصالح استاد ابيجان. في الدقيقه 52 حلوه من قفشه برضو، شوطه كانت فوق العارضه زي السم بس طلعت فوق العارضه. في الدقيقه 55 بقى هدف ثاني برضو روجيه اسيليه جابه في الدقيقه 55، بقت النتيجه 4-2. طبعا زي ما قلت لحضراتكم اتنين يعني هدفين بالشكل ده في مرمى النادي الاهلي في وقت زي ده يعني كتير قوي. يعني في الدقيقه 35 وفي الدقيقه 30 وفي الدقيقه 55 هدفين لاستاد ابيجان جابوا روجيه، كده النتيجه بقت 4-2. في الدقيقه 57 بقى شوطه قويه من الشحات بيصدها الحارس وبتطلع كورنر، وممكن كان يعرضها لكن هو يعني حاول ان هو اللي يشوطها وطلعت بره. في الدقيقه 63 هجمه مركبه للاهلي، كره من قفشه لطاهر لكهربا، كذا كره على المرمى وتخبط في رجول المدافعين وترجع تاني. في الدقيقه 64 كوريه برضو ضيع فرصه مش ممكن قدام الشناوي زي الكره بتاعت كهربا كده، الكره جايه له على رجله والشناوي خلاص والمرمى مكشوف قدامه وقام شايطها فوق العارضه بمراحل. يعني كوره من كوريه برضو كانت ممكن يعني تزود من النتيجه، ده كانت في الدقيقه 64. في الدقيقه 66 كمان فرصه برضو بترتد من القائم برضو من كوريه من الناحيه اليمين، شاطها جت في القائم وارتدت من القائم، كانت ممكن تعمل مشكله ومشكله كبيره قوي، وكانت هتبقى النتيجه مش حلوه يعني. لان المباراه عندنا هنا في القاهره، احنا لسه في لينا مباراه في ساحل العاج. في الدقيقه بقى 75 طلع الشحات وقفشه وكهربا، ونزل مكانهم رضا سليم وكوكا وبيرسي تاو. طبعا المباراه تنتها على نفس الوتيره، واللعيبه اللي نزلت جديد ما عملتش جديد، لان اللعيبه اللي طلعت بصراحه ادوا اللي عليهم وكانوا بيأدوا اللي عليهم. هي تغييرات بس لمجرد التغييرات، يعني مش تغيير لتطوير اللعب، لا هو تغيير لمجرد التغيير. في الدقيقه 82 عمر الساعي نزل وكريم الدبيس، وطلع اكرم توفيق ويحيى عطيه الله، ده في الدقيقه 82. عمر الساعي اول ما نزل خد انذار، بعد كده عمل فاول، هو ده اللي عمله عمر الساعي من ساعه ما نزل في السبع ثمان دقائق اللي لعبهم. كان قبل كده لعب دقيقه واحده في مباراه العين. نتمنى ان عمر الساعي ياخد فرصه ويثبت وجوده، لان اللاعب لما بيقعد كتير على الدكه بيصدي، ومع الوقت بيخرج من حسابات الجهاز الفني وبعد كده بيمشي من النادي الاهلي. فلازم يدي عمر الساعي فرصه على اساس ان هو يثبت وجوده ويبقى موجود متواجد في وسط الملعب. النادي الاهلي محتاج لعيبه في نص الملعب، ومحتاج لعيبه طول الموسم، لان مباريات الاهلي النادي الاهلي كتيره جدا في الدوري وافريقيا وكاس العالم، يعني في مباريات كتيره هتقابل النادي الاهلي في الفتره القادمه. بنقول مبروك مرة تانية وتالتة للنادي الأهلي، بنقول مبروك الرباعيات بتاعت كولر رجعت تاني، بس ناخد بالنا قوي من خط الظهر، لأن خط الظهر في حالة مش كويسة. نتمنى دايما الفوز للنادي الأهلي، ونتمنى دايما فرحة جماهير النادي الأهلي، ونتمنى التوفيق لكهربا إن شاء الله، ويستمر على هذا المنوال ويكون رأس حربة النادي الأهلي اللي هو احنا كجماهير الأهلي بنحبه جدا وبنقدره جدا وبنتمنى له التوفيق. دايما نلتقي على خير ونلتقي على فوز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.